بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد واهل سيدنا محمد. ازيكم يا اخواتي، عاملين ايه؟ يا صباح الورد ويا مساء الورد حسب ما انتوا بتشوفوا الفيديو. النهارده قلت اعمل معاكم الفيديو المحشي ديتي بألف هنا وشفا علينا وعليكم. خلت المية فارت ونزلت بالفرخة. لازم تخلوا المية تفور، لازم انا اللي بقول لكم في كل فيديوهاتي لازم تخلوا المية تفور. ونزلت بالبصلة والطماطم والبهارات وورق اللورا في الفرخة دي كله، وبألف هنا وشفا علينا وعليكم. هاجي دلوقتي اعمل ايه معاكم؟ هعمل البصلة للمحشي بألف هنا وشفا علينا وعليكم ان شاء الله. والمحشي دي ده معلقة كاري ده اللي انت شفتوها في البصلة. طعم الكاري بصراحة بيخلي الفراخ المحشي في حتة تانية معذرة. وده صلصة مسبكي شايفيني ما شاء الله. زي ما انا قلت لكم الصلصة دي انا مسبكاها، والفرخة هنا بشوفها استوت، وان شاء الله اطلعها واملحها كداتي. لازم تطلعيها على مصفاي، اهم حاجه ما يكونش فيها ميه عشان لما تيجي تحمريها ما تطرطش عليك. شايفين هنا انا حطيت لها شويه مال وهسيبها على التحمير ان شاء الله. وده الصلصه بتاعت المحشي استوت كل حاجه. هنا خرطت طبق كزبر على بقدونس على شبت، وجبت كيلو رز ونزلت بيه على الصلصيات مع بعضهم كلهم، وديني بقلب فيهم. شايفين ما شاء الله. وده نص مكعبين، اللي عاوز يحطها يحطها، ما يحطهاش ما يحطهاش. انا بس قلت زود الطعم. وده 7 بهارات لحمي مش فراخ، بهارات لحمه ده. وبألف انا وشوف هناتي حطيت شويه زيت، وهناتي ده برضه حطيت برضه تاني بهارات لحمه برضه، عشان قلت لكم برضه بيكونوا قليلين ولا حاجه. وهناتي حطيت زيت برضك قلت عشان المحشي يطلع حلو ما شاء الله. وعاوزين تحطوا زيت بعد ما تعملوا حلة المحشي خالص حطوه. وهنا بوريكم اني جبت فلفل وجبت كوسي وجبت بتنجان ابيض مع محشي الكرنب، وهنعملوه. هتشوفوا كل حاجة قدام عينكم، وانا ماشي بمشي معاكم خطوة بخطوة عشان تشوفوا كل حاجة. في كل فيديوهاتي بناشد واقول عشان البنات المدخل اللي داخله عن جديد المطبخ، البنات المقبلة على الزواج. وهنا الكوسة دي انا جبت لو بالمجوار تعمليها كده تخططيها، لو معاكي سكينة اللي هو المشرط ديتي وفي سنان كده تمشرشر اعملي بيه. هنا شايفين المحشي ما شاء الله وانا بلفه. وهنا ابتديت ارص في الحلة يعني اللي لفيتها. الواحد لما يجي يعمل حاجة يقول بسم الله ما شاء الله اللهم زد وبارك، بسم الله ما شاء الله يا بركة سيدنا النبي. يعني الحاجات دي برضك ما تخلي البركة تعمل في الأكل والزيت والطبيخ أو الأكل يبقى طعمه حلو ما شاء الله. شايفين رص المحشي يا جماعة بألف هنا وشفا عليكم. وهنا بوريكم من الكوسة والبتنجان والفلفل. النهاردة محشي مشكل يا جماعة. شايفين بألف هنا وشفي. شايفين ما شاء الله لون التسبيكة بتاعت المحشي ما شاء الله بألف هنا وشفي. كل ما المحشي تكتريله هنا وعندك معلقتين صلصة حطيه، مش هتمنع ولا حاجة، هتخلي التسبيكة لونها أحمر وحلو زي العسل. وبألف هنا وشفا علينا وعليكم إن شاء الله. دي محشي بتنجان أبيض. اللي حابب كمان يحمروا بعد ما يستوي يحمروا، واللي حابب ياكلوا على كده حامي من غير ما يحمروا يحمروا براحتكم، انتوا لكم حرة الاختيار. بس لو تحمروه بسمنة بلدي هيبقى افضل، عشان انتوا عارفين الزيت يعني. بصراحة الزيت وكتر الزيت بيعمل مشاكل، والواحد في غنى عن المشاكل. شايفين ما شاء الله المحشي وجمال المحشي والكوسة والبتنجان بألف هنا وشفا علينا وعليكم. شايفين الرصة يا جماعة بألف هنا وشفا ما شاء الله. ان شاء الله ربنا كده اللهم زد وبارك. شايفين هنا بعد ما خلصت خالص بوريكم. وهنا تبقى رص المحشي ما شاء الله بألف هنا وشفا علينا وعليكم. واللي يوصل معايا هنا لحد معايا هنا في الفيديو يشترك في القناة ويحط اللايك، الله يبارك لكم. ويا رب كل اللي يشوف الفيديو بتاعي ويحط اللايك ويجعله من كل ضيق مخرجه ويرزقه من حيث يحتسب معذرة. واللي يشترك في القناة يا رب يجعل فرحي قدامه والسعد خدامه ويرزقه رزق يتعجب له أهل السماوات والأرض. وانا بشكركم. شايفين هنا بوريكم ما شاء الله الحلة بعد ما لفيتها كل حاجة. وبرضك هنا برضك لو عايزين حطوا مرقة، ما عايزينش تحطوا ما تحطوش براحتكم انتوا. ما تنسوش الله يبارككم تشتركوا في القناة
وتدوسوا على الكل عشان يوصلكم كل جديد من قناة مطبخ الطيبين. يا رب يديكم الخير والعدل كل اللي يعمل لي مشاهدة ومشاركة ولايك وكومنت حال. وهنا انا بحط الشوربة قدامكم للمحشي. لو عاوزين تحطوا في الشوربة معلقتين صلصة ولا حاجة حطوا عادي. بألف هنا وشفا علينا وعليكم ان شاء الله. شايفين هنا بوريكم قال المحشي بعد ما حطيت له شوربة كل حاجة وهغطيه واحط على البوتاجاز عشان يستوي. هنا بوريكم برضو بعد اول ما غلي، اول ما يغلي معاكم كده ياخد له غلوتين ثلاثة تروح توطي عليه البوتاجاز. وهنا عملت شوية شوربة من الفرخة، وجبت ملوخية خضراء وحطيتها معكم قدامكم في الحلة ماشية معكم خطوة بخطوة. وجبت معلقة سمنة صغيرة وعليها باب الزيت، وجبت توم اللي مفرزاه وشوية كزبرة ناشفة. لازم انتم ما تطشوا الملوخية تحطوا شوية كزبرة ناشفة كده عشان الريحة بتاعتها تفحفح وتملى المكان. والملوخية الناشفة في الطشة بتبقى خطيرة وتحفة. شايفين الطشة بعد ما طشناها بألف هنا وشفا علينا وعليكم ان شاء الله. وجربوا الفيديو وقولوا لي رأيكم. وبصراحة الأكل جميل وتحفة. شايفين المحشي ما شاء الله المشكل اللي هو الكوسة والبتنجان والفلفل. وهنا شايفين الكرنب ما شاء الله الله أكبر، الواحدة بوحدتي وبألف هنا وشفا عليكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة. الله يبارك لكم يا رب وعشان أكبر بكم ومعاكم يا أخواتي. وهنا حطيت شوية سمنة وشوية زيت عشان أحمر الفرخة، وحطها بملح كداتي قبل ما تحط الفرخة عشان ما يطرطش عليك. وشايفين الفرخة بعد ما حمرت ما شاء الله ما شاء الله على الجمال بتاعها. شايفين المحشي الكرنب بألف هنا وشفي. وهنا راح انزل بيه في الصينية. شايفين ما شاء الله بينزل لوحده، بس انا مش عاوزة اكبهم كلهم عشان اللي يفضل خليه في الحلي، عشان بصراحة ما يتبعزكش خسارة. زي ما انتوا عارفين الحاجة غالي ونقول الحمد لله. شايفين بسم الله ما شاء الله. هنا انا بوريكم المحشي يعني من الصباع بصباع ازاي. شايفين بألف هنا وشفا علينا وعليكم ان شاء الله. ما تنسوش هنا برضه المحشي بقول لكم. شايفين ما شاء الله المحشي المشكل بألف هنا وشفا عليكم. عاوزين تصفوا المية ده وتحطوها في طبق وحدي صفوا، عاوزين تخلوها على كده في الصينية خلوها لكم حرة الاختيار انتوا. شايفين ما شاء الله الجمال. شوفوني يستاهل كم من 10 في دي. وتقولوا لي رأيكم وجربوها. انا مش بقول لكم هنا بس بقول لكم جربوها وانتوا تحكموا عليها بنفسكم الفيديو دي. وبألف هنا وشفا علينا وعليكم. شايفين ما شاء الله المحشي والرز طالع مفلفل ازاي. وبألف هنا وشفا علينا وعليكم ان شاء الله. اتمنى لو وصلتوا معي لحد هنا تسمعوا الفيديو لحد الاخر وتدوسوا اللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وهنا بوريكم الفراخ ما شاء الله مستوية وزي العسل كيف. شايفين انا بقطعها واحطها على الهنا يعني كيف. الله على الجمال، ولا احلى من كده ولا اروع من كده. ومش بشكر في نفسي والله العظيم. انتوا جربوها وقولوا رايكم بنفسكم واحكموا على اكلكم واحكموا على الفيديو. هتعملوا احسن مني مليون مره. يعني الحمد لله الحمد لله كان طعمه خطير فوق الخيال. المحشي الفلفل تحفه، والكوسه برضه بسم الله ما شاء الله، والبتنجان الله اكبر عليها، والكرنب فوق الخيال كده. ولو وصلتوا معي هنا اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.